بغض النظر عن المرقعه اللي انا قاعد بتمرقعها دي، لكن انا كنت مبسوط جدا من اوسكار لان هو هنا كان سامع الكلام ودخل. وتعالوا نشوفوا شويه الحب وبعد كده نكمله. وعيني عيني عيني. وبعد الوحشه اللي كنت وحشها له والاستقبال اللي استقبله لي، كنت لازم ارجع على الاوردرات بتاعته. وهنا كانت رابع سيشن لاوسكار. واللي ما يعرفش اوسكار كلب جولدن عنده 7 شهور وكان مع كابتن مروان. وعلى اللي انا عايز اقول لكم ان كابتن مروان رجع للساحه، وهتفرحوا تاني في فيديوهاته اللي هتبقى موجوده وهو مكسره الدنيا ما بين اسكندريه والقاهره. لما جيت اقول لاوسكار هنا في رابع سيشن ليه ان هو يخش على البوكس بتاعه جاي يستعبط، ولكن اللي انا اقصد اقوله لك ان انت لما تلاقي الكلب يعمل كده لازم تصر ان انت تعيد الموضوع لحد ما الكلب يلتزم زي ما انت شايف كده. وتعالوا بقى نشوف لو انا الكلب استعبط هعمل معاه ايه، واسمع له المعلومات اللي انا هتكلم فيها. وهنا كنت بجيبه من قفاه وبقول له يلا حبيبي بلاش مرقعه ودلع، وزي ما انتم شايفين ساق عليا الكلاحه وكان بيرمي نفسه في الارض. ولكن الحمد لله انا اللي انتصرت في الاخر وسمع الكلام ووصل للي انا عايزه. اهم حاجه تفضل مصر على الحاجه اللي انت هتطلبها من الكلب بتاعك واسمع المعلومه. انا عايز اقول حاجه بقى، انا عايز اقول حاجه. عايز اقول ايه؟ هقول لكم فكره ان انا ساعات بسيب الكلاب تستعبط في الفيديوهات وبنزل حاجات زي ما هي. الغرض منها اوريك ان انت تكون مسيطر على الكلب وما تبقاش هفق وتهوي الموضوع. لان فكره ان انت تعدي للكلب ان انت بتطلب اوردر فيجي يستعبط يجري يعمل، ما تجريش وراه. ممكن تتمشى لحد عنده زي الزومبي لما بيقعد يمشي واحده واحده كده، بس انت لازم تفهمه ان انت الحاجه اللي هتطلبها هتتعمل مهما كانت طلبها ومهما كان الوقت. لسه صاحي عايز ينام معمص بقى ايا كان الوضع، حتى لو تعبان ما بقولكش ارقص عليه قوي، بس لازم تكون فاهم الكلب ان انت تحت اي ضغط هتنفذ الاوردر. تعالوا بقى ناخده وننزلوا الشارع. يا بوبيهاتكم تقولوا لي ايه رايكم في النقله. بص اوعى مشيت شمال جيت لكم يمين ومش هتعرف انا طالع لك منين. ما حدش يتوقعني جن مصور. المهم ان انا ابتديت اشتغل مع الكلب النهارده اول سيشن ليه في الشارع، ولكن رابع سيشن ليه في التريننج. طبعا كان متشتت شويه ليه بقى؟ عشان في بوبي في العماره جنبنا على الشمال كده فوق كان قاعد بيهوى، وعشان كده كنت ببتدي ان انا اكسر اتجاهاتي وانبه الكلب ان هو ما يتحركش من مكانه. اول لما كان بيجي لي كنت بكافئه، بعد كده قعدت اكسر الاتجاهات بتاعته عشان كل مره كان يبتدي ينتبه لكلب شكل ابتدي زي ما انتم شايفين كده. البوبي اللي كان بيهوى هناك ده قعدت اقول له ان انت تبتدي تركز معايا. الكوركشن اللي بستخدمه ما بين منطقه البطن والفخذ يا جماعه ما بستخدموش عمال على بطال. وكمان كنت بحاول ان انا اتعرف على ناس ثانيه، والولد ده كان قلقان شويه منه، ولكن كنت بقول له ما تقلقش. وبعلم الكلب ان الكلب يبتدي ان هو ما ينطش على الناس. اول لما يجي ينط ببتدي ان انا اعترض على الموضوع. والحمد لله وصلنا النقطه اللي انتم شايفينها دي، وعمل معايا اللقطه السينمائيه وكنت الصراحه بسم الله ما شاء الله عليا زي القمر. المهم تعالوا اسمعوا المعلومه ونشوف وصلت لايه مع الكلب، وبالتالي تنشافوا وتقولوا نشفتوا وتجمدوا وتقولوا جمدتوا يا بطاطس. واستنوني في حلقه جديده عشان انا لحد هنا الفويس بتاعي خلص. وتشوفوا بقى انا عملت ايه مع الكلوب واسمعوا المعلومه بصوتي. سلام.